انا اللي شقيت وتعبت عشان نوصل للي احنا فيه دلوقتي. فاطمة أنا عايزك تخافي على اسم الأصلي. يا خوفي لا يظهر ويولع في الكل. في يا ستات عايزين ايه؟ اللي غلط لازم يتقدم. كانت السبب في سجن أخوها لما بلغت عنه بسبب تجارته في الفلوس المزورة، وده عشان حاول يشتغل من وراها واتقبض عليه ليلة فرحه، وبعتت لجوز أختها على إنها معجبة بيه عشان توقعه في فخ الخيانة وتقدر تساومه، وأجرت ستات عشان يضربوا أختها ويعتدوا عليها، وده عقابا ليها. كل ده يطلع من فاطمة الأصلي لما قررت تحمي تركة أبوها، وتحولت علاقة الإخوة ببعض لسلسلة من نار هتحرقهم كلهم. تعالوا نعرف إيه أصل الحكاية. من أيام معدودة اتصدر مسلسل الأصلي أعلى المشاهدات على منصة واتشيت، وبعد عرض الحلقات الأولى كانت ردود أفعال الناس حلوة جدا. القصة بتدور في إطار تشويقي حوالين شخصية فاطمة الأصلي اللي بتجسدها ريهام عبد الغفور، واللي هتشوفوها بشكل مختلف تماما. بنت المعلم سيد الأصلي من كبار تجار قطع غيار السيارات، بيتجوز على أم فاطمة زوجة تانية وبيخلف منها 3 بنات وولد، ومع ذلك بتفضل فاطمة أقرب واحدة ليه ودراعه اليمين في تجارته. اشتغلت معاه لحد ما شربت منه الصنعة وأخدت الخبرة كلها، ووصاها قبل ما يموت إنها تحافظ على تجارته واسم الأصلي زي ما هو عمل. لكن لما الأب بيموت كل حاجة بتختلف. بترفض فاطمة إنها توزع التركة على إخواتها لحسن يضيعوها، وبتحاول تحافظ عليها زي ما أبوها وصاها، وشايفة إنها أحق واحدة بالتركة، فبتحاول تسيطر على كل حاجة من خلال إنها تعمل لهم مشاكل وتوقعهم في بعض. وفعلا الشغل بيكبر ونجاح فاطمة بيزيد واسمها بيعلى وسط التجار، وبيتضح إن جوزها كمان غيران من نجاحها. ولما أخوها حاول يتجوز بنت أعدائهم بلغت عنه وحبسته عشان تحميه منهم. وبتجسد الفنانة منال سلامة دور فايزة الأصلي، وفي أول حلقتين بيحصل صراع كبير بين الأختين فايزة وفاطمة اللي بيشتغلوا في نفس المهنة وهي تجارة قطع غيار السيارات. حاولت فايزة تحرض إخواتها إنهم يطالبوا فاطمة بتوزيع الميراث عشان ما تكونش الكلمة كلمتها هي وبس وتتصرف في الفلوس براحتها، وكمان حرضت ابنها إبراهيم إنه يتجوز على مراته أمينة واللي هي بنت أختهم المتوفية واللي فاطمة بتتولى رعايتها. بتكتشف خيانتهم وإنه ما يستحقش أمينة أصلا، فبتجبره إنه يطلقها. فحاولت فايزة تشوه صورة أمينة، راحت كتبت منشور على فيسبوك بتقول فيه إن إبراهيم طلق أمينة بسبب عدم قدرتها على الإنجاب. وبعد الفضيحة دي اتعصبت فاطمة وقررت تعاقب أختها، فأجرت عدد من الستات عشان يضربوها ويعتدوا عليها جوه المحل. فهل هتقدر تحافظ على الورث؟ المسلسل من بطولة إيناس كامل وإسلام جمال وإيهاب فهمي. ظهرت ريهام منفردة في بوستر المسلسل بشكل جديد ومختلف بيناسب طبيعة الشخصية، وده يعتبر أول عمل من بطولة ريهام المطلقة. ومن كتر الخلافات الموجودة بين شخصيات العمل الناس افتكرت إنهم أعداء في الحقيقة، فنزلت الفنانة منال سلامة فيديو من كواليس تصوير المسلسل وظهرت فيه مع ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي، وكتبت على الفيديو إحنا بره المسلسل أصحاب والله. وشاركت ريهام صورة بتحمل إهداء لمدير الإنتاج الراحل محمد رفعت من خلال حسابها على فيسبوك اللي توفى السنة اللي فاتت خلال تصوير المسلسل. يا ترى مين فيكم متابع المسلسل وإيه رأيكم فيه لحد دلوقتي؟ ودي كانت نهاية الحلقة. ما تنساش تعمل لايك للصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.